موضوعنا النهاردة كتير من الطلبة سألوني وقالوا لي نتكلم عنه. موضوعنا النهاردة عن الأجازة. هل أنت حاسس إن الأجازة بتعدي بسرعة ولا حاسس بملل؟ لو حاسس بملل وحاسس إن أنت محتاج تستغل الأجازة بشكل أحسن يفيدك قدام، يبقى الفيديو ده علشانك. فالاقتراحات اللي جاية هتكون على حسب أنت داخل سنة كام. خلينا نبدأ بسنة أولى، أو بمعنى أصح اللي داخل سنة تانية. اللي داخل سنة تانية فهو خلص سنة أولى، كانت سنة كبيرة، سنة مليانة تجارب، سنة أنا عارفة إن هي كانت شوية صعبة، لكن الأجازة بتاعتها هتكون أسهل كتير. أولا محتاجين نرتاح، محتاجين ننام كويس، محتاجين نقضي مصيف سعيد، أجازة سعيدة، وكمان نمارس شوية رياضة، نحسن شوية الإنجليش بتاعنا اللي قلنا محتاجين نحسنهم ونشتغل عليهم، وهقولك نراجع شوية أناتومي. اما لو انت داخل سنة تالتة فاحنا اكبر شوية، هنعمل كل اللي احنا قلناه للي داخل سنة تانية، بس هنزود عليه ان احنا هنراجع اناتومي وهنراجع كمان بايوميكانكس. الاتنين دول مهمين جدا للتأهيل للسنين الجاية. طيب انا داخل سنة رابعة، لا ده احنا بقينا كبار. اللي داخل سنة رابعة اكيد لازم يكون دور على فرصة تدريب في الاجازة. فرصة التدريب خلينا نكون واضحين ليها شوية شروط. أول حاجة إحنا بنتدرب بس، يعني بنتفرج، بنسأل، بنشوف إيه اللي بيحصل، بنسأل الدكتور على كل حاجة إحنا مش فاهمينها وبس. ممنوع نشتغل، ممنوع نحط إيدينا على عيان. كمان نصيحة مني، اختار دكتور يكون شاطر. حط تحت شاطر دي كذا خط، لأن لو كان دكتور شاطر هيفيدك جدا في السنة دي. لا ده أنا داخل سنة 5، سينيور الجامعة بقى. سينيور الجامعة دول عليهم مسؤولية أكبر. سينيور الجامعة لازم يكون خلاص بيتدرب على كل الراوندات اللي درسها في الجامعة، وكمان لو في حاجة من الراوندات القديمة اللي درسها زي اناتومي، زي بايوميكانكس، زي سبورتس انجريز، زي اورثوبيديك، أي حاجة درسناها حاسس إنه وقع فيها شوية فيرجع يراجعها تاني ويبص عليها. لا بقى ده أنا داخل سنة الامتياز، كبارات الجامعة. سنة الامتياز سنة مهمة جدا وكبيرة وعليك فيها مهام كتير، عشان كده أنا هخليها في فيديو لوحدها. في الفيديو الجاي إن شاء الله استنونا، ولو متحمسين اكتبوا لي في الكومنت. كده معلوماتنا النهاردة خلصت، أشوفكم في فيديو جديد.